أعزائي المستمعين، نلتقي في حلقة جديدة من مسلسلكم امسك واطلق من كتابات محمد الصهبي. تمثيل نجم الشباب هيثم درباش، معلش يا أستاذ، من فضلك عندي أمي راقدة في المستشفى ونبي نشوفها. تعال في الزيارة يا شبوب. يا راجل هاي الزيارة أنا وقتي مليان، معلش يعني هنا مازالنا تيلي 3 ساعات على الزيارة، خليني ننقص. معلش ما نقدرش. كأنك معصي، تنقول لك أمي مريضة ونبي نشوفها تقول لي معلش آسف ما نقدرش، كيف تجي هذه؟ يلا بس باش تبيني نقول لك يا شبوب؟ أيوة يا سبوب، قول لي تفضل يا سبوب، عادي شوف أمك يا سبوب. كي تمام يا سبوب، قلت لك تعال في الزيارة، حول من الطريق يا شبوب، حول. يا راجل أنت حول من الطريق، كأنك تعلي بصوتك أنت. كأنك أنت يا راجل أقمح أنت، حول. حتى اللي اطلع برا يا رجل. انت مش عيب يا راجل تمد يدك على واحد يدي في واجبه. في واجبة شنو؟ بكرة عندها تسميع هو. يا تسكت يا فندي اسمعني، والله أنا ما مديتش عليه يدي، لا والله أنا ضربتك يا سبوب، تو أنا ضربتك يا سبوب. أنت خشيت علي بالقوة وتعلي في صوتك علي وقريب ضربتني. يا فندي اسمعني، أمي راقدة في المستشفى، عرفت؟ والله راقدة، يا حسابها راقدة في حمام بخاري. انت مش وقت زيارة تو. يا فندي شو اسمعني بس، في جماعة يعرفهم خصوا وأنا قال لي لا أنت ما تقشش، تو نبي هذه مستوزع يا فندي، والله ما توزعش. أنا نبي حقي يا فندي، نقلني نبي حقي. انت حقك شنو؟ تبيع في طماطم انت؟ يلا تمنعني من زيارة امي وتقول لي نبي حقي ودي في شوية دراما ما دراما، هذا كلام يا فندي، ونبي يا فندي راي هذه امي يا فندي، والله أنا نحبها يعني اكثر حتى من الكرت 5 تاع الليبيان. أنا علي يا بي، أنا علي يا عماد، انت ديما تدور في المشاكل. يمي المساكل هذينا يبرم ويصبن قدام راسي. تباهي انت خطاها وبرم من الجهه الاخرى يا ليت. والله نسيب فين يمي، لاصقات فيا راح كيف الدبان. تعرف يمي الراس اللي لوط اللي على الباب هذا، نقول له يا سبوب يا استاذ يا محترم ابن عادي نشوف امي، يقول لي ممنوع. يا ليت انا مريضه وانت تزيد لي في مرضي هيك، خطاني. لباس عليك باش قال لك الدكتور؟ يا ريته ما قال لي بكره عندك عمليه المراره. مرارة هذا كله يمي من لمات الدهون والحلويات والمكسرات، طبعا انت ما تكزن الا على الوكال. لا والله الا منك انت وبوك جبتوا لي المراره، قسم بالله كم ما تخطوني تو خشيكم حتى على الدخان راح خطوني. ايوه يمي هذا اللي ناقص تو دخانه، تعرف الدخان شي يدير يمي مش المرارة، يضر لك حتى قلبك. لا القلب خليه ساكت يا بي، قلبي ناوخ ضبطك كله، ما معقب لي فيه حتى حاجة، وكاتب عليه ورثة المرحوم الحاج رجب. وين يا شبوب؟ يا عزيز قصة، هذا كل يوم يبيني نقول له امي قاعدة راقدة في المستشفى وانا جاي نبي نزورها، سجلها هكي في المقال وخلاص. اسف معلش سامحني، ممنوع. يا راجل امي اليوم عندها عملية عن مرارة، يا ربك مستحقة دم ولا حاجة، خلي عندك شوية دم. عدي شوف الاستعلامات، كان في حاجة يبلغوك. باهي معلش يعني اخر سؤال بعدين نعدينا، باهي نعدي على طريق وزي. سؤال بس تجاوبني بصراحة، خلي عندك شجاعة ورحابة صدر. باهي تفضل. لو يعني هذه امك، باهي لو امك راقدة في المستشفى مسكينة ومريضة وعندها عملية، شنو الديل بس قول لي؟ انخش طول. تحول الله اكبر. تعال انا يا شاب اسمع. لا حول ولا قوة الا بالله. يا راجل كانك انت المرة اللي فاتت سامحناك، واليوم جاي داير مشكلة واحدة اخرى. قاعد تصير الموضوع الحيوي يا فندي، صح؟ مسك يا فندي، هي امي عندها عمليه اليوم، فهمت كيف يا فندي؟ امك عندها عمليه وجاي داير مشكله مع الرجل اللي يدي في واجبه. والله يا فندي هذا مش محترم راه. والله حتى انت مش محترم. انت مش محترم، اقسم بالله انت مش محترم. باي انت اللي مانكش محترم. اسكت انت وياه. اسكت انت. اسكتوا. شنو هذا؟ عيني في رجب افتح فيهم محضر. ايوه هيك نبي حقي. تبعي عاد خلوني نشوف امي وبعدين افتح محضر، افتح باب ثلاجه، افتح راسه هو، اي حاجه.
اهم حاجه يا جماعه انا نبي صف امي، والله حرام عليكم، حرام عليك بك اللي يصير بدم. والله بك بطولة امس لا تعست اليوم ولا تغطت بكره، والله يا حرام تديروا فيك يا جماعه. هذه امي، والله امي. يا فندي مفتاح، انا متنازع على حقي وعلشان خاطر امك بس. بارك الله فيك، سامحنا معلش يعني هيك. لا عاد ولا والله تعملوا لك مشاكل صح؟ لا عاد ولا يهمك. معلش والله قلت الرجل شكله طيب، والله قلت شكله طيب. الحمد لله على السلامة يمي، الحمد لله على السلامة. وين درتي العملية؟ تشن قالوا لك علي بندير عملية انتحارية؟ طب بعدين كنت تلقاني داير عملية، تلقاني مقعم زي ونشرب في العصير. كيف صار؟ لقوا عندي السكر راقي. باهي الحمد لله، تو نديروه سكاير ونبيعوه. هذا هو اللي مرقي لي سكري انت وابوك. عاد انت كل حاجة انت وابوك. ترى اسكت ونزل الدبش وفكني من الدواء باش تحطني في الصالة. تاين صالة يمي؟ عندك فرح انت توا ولا شنو؟ في صالة حديد يا الهبل بنتمرن. صالة حديد؟ كويس يمي والله، اقل حاجة حتى دمك يتحرك شوية ويجري عندك. لا باش نعطيك على وجهك هكي. باهي يمي، باهي خلاص. وين يمي وين؟ والعملية كيف يصير فيها باهي؟ لا أجلوها في الساعة السعيدة. والله كان يديروها في المزرعة السعيدة خير. أعزائي المستمعين الكرام، ها نحن نصل الختام مع نجم الشباب هيثم الدرباش في مسلسل الكوميدي امسك واطلق.